خلينا ناخد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. استاذ مرتضى برحب بيك. استاذ اسلام ازيك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ كويس؟ بس عايز استاذ رضا، هو حضرتك مؤهلك ايه يا استاذ رضا؟ طيب استاذ مرتضى مؤهلك ايه؟ يعني ايه الشهاده اللي معاك ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول مؤهلك ايه يا استاذ رضا؟ مؤهلك ايه؟ الشهاده اللي معاك ايه؟ جاهل. نعم؟ جاهل. جاهز ايه؟ مش فاهم. هي دي مالها بلعيب الكوره؟ وهي مالها انت باللي عمال تخرفه من الصبح وانت قاعد؟ لا انا ما بخرفش. عيل دبلوم صنايع، امير ده ضابط شرطه محترم، تتكلم عنه تتكلم بادب واحترام. لا طبعا، لا الكوره ما فيهاش ادب واحترام يا سياده المستشار. لا مش هسمع، اسمع انت بقى. الكوره مالهاش دعوه لا بدكتور ولا بمهندس. خلينا نسمع كابتن رضا. كابتن رضا خلينا نسمعه. يعني ايه دخل المؤهل؟ خلينا دخل المؤهل في الكوره. خلينا نسمعه وبعدين نعقب. خلينا نسمعه. اتفضل يا استاذ مرتضى. انت هيج ليه؟ اسمع من غير ما تهيج. انا بسالك سؤال واحد، حضرتك مؤهلاتك ايه بس؟ جاوبني. انت عايز حوار محترم يا اخ رضا ولا عايز تعمل هيصه؟ لا انا مش عايز اعمل هيصه حضرتك. اللي انا معايا بكالوريوس مع التعاون. مع التعاون يبقى ما بتتكلمش عن الباشا امير ضابط الشرطه المحترم. ده الكلام ده لو في الاسم. اكمل كلامي وبعدين ما لا معلش، اتكلم على اي حد في مجاله الكوره ده من حقي. خلينا نسمعه. بعد ما اخلص ابقى رد عليا. بعد ما اخلص رد عليا. اتفضل. رد عليا. اوعى تفتكر يا رضا ان بعد ما جه السيد تركي الشيخ هنا واداك قرشين لبسته وعملت شعرك واتسبخت انك انت هتركب الزمالك في يوم من الايام. انت يا رضا ايه؟ تاني بقول لك تاني، اوعى تفتكر انك بعد ما اشتغلت تاني بقول لك كلامي واضح وتسمعني لغايه الاخر واكتب اللي بقوله ورد عليا زي ما انا بقول. اوعى تفتكر بعد ما السيد تركي الشيخ جه وشغلك واداك قرشين ولبست لبس نظيف وعملت شعرك وصبغت انك انت هتركب الزمالك في يوم من الايام. انا بسالك سؤال. لا انا مش هركبه طول ما انت موجود، مش هركبه ولا عايز اركبه. طيب